السلام عليكم. كلنا يا حبايب تيتا عايزين ولادنا يكونوا أحسن حاجة، وعشان خاطر ابنك يكون أنجح واحد في الدنيا وتشوفيه أحسن الناس لازم يبدأ من عندك أنتِ. أيوه، يبدأ من عندك أنتِ. إيه بقى؟ إن أنتِ لازم تكوني أم حازمة. أيوه، لازم تكوني أم حازمة، ومش معنى حازمة إن أنتِ تكوني قاسية ومتسلطة وتقمعيه وكل الحاجات دي، بالعكس. الحزم اللي هو بالحنية وبالحنان وبالتفاهم وكل الحاجات دي. طيب، ولازم نميّز إن في فرق ما بين الحزم والقسوة. أيوه، يعني الحزم شيء والقسوة شيء تاني، عشان في أم متسلطة وتقمع ابنها وتجبره أو بنتها، تجبرهم بأي وسيلة وبأي طريقة بالضغط النفسي. لأ، أنا مش قصدي على المامي دي خالص. طيب، آمم فإحنا عرفنا إن الحزم دوّة إيه، مش القوة والعنف والتسلُّط وكده، لأ، بالحب والمحبة والتفاهم. طيب، في قواعد ثابتة للحزم، في قواعد ثابتة للحزم. أول قاعدة هي إن أنتِ تحطّي قواعد ثابتة، يعني ما تكونيش عشوائية. أيوه، ما تكونيش عشوائية. قواعد ثابتة في البيت، إن أنتِ تمشي إيه، عليها. دي أول قاعدة في الحزم، إن أنتِ يكون في حاجات كده rules ماشية عليها. طيب، الrules دي تاني قاعدة بقى ليها، لازم تكوني ثابتة على القواعد دي. أيوه، زي إيه مثلًا؟ إنه مش يناموا براحتهم ويصحوا براحتهم، لأ، في مواعيد للنوم ومواعيد للصحيان. طب وفي قواعد للعب وقواعد للإيه، للدراسة. أو مواعيد بمعنى أصح. يعني مش ما تبقاش الحياة كده سبهللة يعني زي ما بيقولوا، لأ. في قواعد وفي مواعيد وكل وقت ليه وقته. اللعب ليه ميعاد، الدراسة ليها ميعاد، الصحيان والنوم، كل ده تنظّمي له اليوم بتاعه عشان يكون ملتزم ويكون إيه، آآ في كده اليوم بتاعه مترتب، وأنتِ تعوّديه على النظام من أول المواعيد. احترمي المواعيد دي خلاص وتثبتي، مش بقى النهارده حاجة وبكرة حاجة وبعده حاجة، أو نطبّق يومين وبعد كده ننسى ولا الكلام ده كلّه. لأ، تثبتي على تطبيق القواعد دي لا محالة، تتنفّذ يعني تتنفّذ. لا تفاهم ولا تراجع. ماشي. بعد كده بقى لمّا تثبتي على تطبيق القواعد دي بقى والمواعيد وكل الحاجات دي وتبتدي تثبّتيها، لمّا طبعًا بيبقى في أخطاء. استحالة تشتمي، استحالة تعلّي صوتِك. تتجنبي الانفعالات دي، تتجنبي الأسلوب ده. بالعكس، عشان أنتِ تكوني قوية ويسمعوا كلامِك. أنتِ لو علّيتِ صوتِك أو شتمتِ، ده بيبقى ضعف منِّك. فأنتِ لازم لمّا تكوني حازمة تكوني قوية. أيوه، فلمّا تكوني قوية هو هيبتدي الطفل ذكي جدًا أو ابنِك أو بنتِك أذكياء على فكرة وبيفهموا. لأ، هيبتدوا يعرفوا إنه ماما بتحترمني كبني آدم، مش بتشتمني، مش. هيلمس الموضوع ده. طيب، ما هو العيال بتتنرفز وبتعمل. حاولي تتمالكي أعصابِك وتشوفي بقى إيه، هتتصرّفي إزاي في الموضوع ده. هاقول لِك أنا دلوقتي تتصرّفي إزاي. هو غلط، فأنتِ طبعًا بتتعصبي والدنيا بقى كده. لا يمكن تشتميه، لا يمكن تتعصبي عليه. تعملي بقى إيه، تكلميه تالت قاعدة بقى إيه، تكلميه بأسلوب هادي وبإيه، بهدوء كده. تاخديه على جنب، دي حاجة تانية. من ضمن القواعد إن أنتِ تاخديه ما تعاقبيهوش قدّام اخواته أو قدّام أي حد. لأ، تاخديه تكلميه أنت عملت 1، 2، 3، أنت غلطت كذا، كذا، ينفع؟ وبهدوء كده. حتى لو هو قاعد يتكلم مش عارف إيه، تسمعيه قولي له طيب دلوقتي بنعيد الكلام، ينفع 1، 2، 3؟ بالإقناع وبالتفاهم. إن شاء الله إيه، الأطفال أذكياء وبيفهموا جدًا. وبالعكس ممكن يسمع كلامِك جدًا حتى لو هو طفل عنيد بالتفاهم. لكن بالعنف ممكن ما يجيش أبدًا. فإحنا قلنا نثبت على القواعد، نتجنب العقاب اللفظي والبدني، ما نشتمش. لإن ده كله بيدل على ضعفِك ومش بيدل على قوتِك أبدًا، وإن أنتِ تكلميه بصوت هادي وواثق. طيب، بعد كده بقى لمّا تيجي تصحّحي له أخطائه قلنا إيه، إن إحنا ناخده على جنب ونبتدي نفهمه 1، 2، 3 وتشرحي له كل الموقف، تعوديه على الحوار، تعوديه على الكلام، حتى لو هو طفل عنيد. واحدة، واحدة هيستوعب الطريقة دي، وبعد كده هو هيعمل الصح. طيب، بعد ما نصحّح أخطاء الطفل على انفراد بقى إيه، إن إحنا من وهُم صغيرين التدخُّل المبكر لتوجيه الطفل. أيوه، نتدخّل. إن أنتِ توجّهيه، اعمل كذا. يومك النهارده مش هتنام غير لمّا بكرة تكون مرتّب لنفسك إن أنت تعمل 1، 2، 3. وترتّبي له اليوم بتاعه إن هو قبل ما ينام الصبح هيكون عارف هو عايز يعمل إيه. هو ده التدخُّل المبكر لتوجيهه. وفي كل بقى شؤون حياته وهكذا. تدّي له جدول كده إن هو قبل ما ينام يكون عارف بكرة هيعمل 1، 2، 3. الأسبوع ده خطتك إن أنت آخر حاجة بقى إن أنتِ تشاركي أبنائِك في الأعمال المنزلية. ما تكونيش بقى super mommy وsuper hero اللي بتعمل كل حاجة لوحدها. لأ، نشاركهم في أبسط الأشياء من وهُم صغيرين يتعودوا على كده. إن شاء الله يحضّروا معاكِ الأكل. يعملوا معاكِ أبسط الأشياء، يتعودوا كده. يمسك حاجة ويلمّع فازة والّا يلمّع أي حاجة. وبالراحة كده نعوّدهم ونعلّمهم الإشراك في الأعمال المنزلية. لمّا يكبروا شوية بقى كل واحد يبقى ليه دور وأنتِ بتلمسي. مثلًا في بنت بتحب تعمل في المطبخ أكتر، ما تحبش تعمل في الشقة. في بنت تعمل الشقة ما تحبش تعمل جوّه. الولد مثلًا ده يحب يلمّع العفش. كل واحد بقى هيبقى ليه مهام، كل واحد ليه مهمة يعملها. حد يطلّع الغسيل، حد ينشره. الأعمال المنزلية دي اللي بتعوّدهم بجد إن أنتم تكونوا أسرة واحدة ومحبة واحدة. ومن هنا مش لإنِّك أم
إزاي يعملوا والّا كده، لا، 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 لأ، وحتى لو كانت بسيطة. وفي وقت الدراسة طبعًا الأعمال دي بتخف، بس كل واحد لازم ليه دور في الأسرة ولازم يعمله. ويا حبيبة قلبي إن شاء الله تشوفي ولادِك أنجح الناس، وإن شاء الله أنتِ أمَمّي ناجحة، وإن شاء الله تكوني أحسن مامي وتنجحي في تربية ولادِك وتشوفيهم أحسن الناس، حبيبة تيتة. اعملي لي follow وعلّقي لي وقولي لي أنتِ بتطبّقي الحاجات دي والّا لأ، وهل استفدتِ والّا لأ، واستنيني الفيديو الجاي إن شاء الله هاقول حاجة تانية أكتر، حبايب تيتة.